الميكروب اللي هو منتشر اليومين دول، ميكروب اليد والقدم والفم، اللي هو عبارة عن طفح جلدي بيظهر في اليدين وبيظهر في الفم وحوالين الفم وفي اللسان وبيظهر في القدمين. فده عدوى فيروسية زي أي عدوى فيروسية، بياخد فترته وبيعدي، فمفيش داعي إن احنا نقلق أو نخاف أو يبقى فيه هلع عند الناس. دي عدوى فيروسية زيه زي أي دور برد، بيقعد من أسبوع لأسبوعين، بيبدأ بحرارة والطفح الجلدي، فما يحتاج مضاد حيوي، بالعكس ده هيزود الأعراض، ولكن يحتاج كل اللي قلنا عليه زائد الراحة، وإن احنا نعزل الطفل في البيت عشان يستفيد من حاجتين: ان هو مرتاح فيزود مناعته، يكون جنبك فتزوديه دايما بالسوائل والتغذيه السليمه في الفتره ديت. الحاجه الثانيه نمنع انتقال العدوى للاطفال الاخرين، والغالب انه يبدا يرجع للمدرسه من الاسبوع الثاني او من بعد 10 ايام. فيحتاج ان احنا دايما ناخد بالاحتياطات اللي قلنا عليها: غسيل الايدين، تنظيف المقابض والموبايلات، تعليم الصحي للعطسة والكحة ازاي، التغذية السليمة. كل ديت هي وسائل نحمي بها نفسنا ونحمي بها أولادنا من الأمراض الشتاء.